عم محمود. يا ماما قلت لك النهارده مش هينفع اجي عشان محمود النهارده اجازه وفي البيت. هو دوت بقى بيت استاذ محمود اللي انت بتدور عليه. هو ده بيت محمود؟ هو ده. ماشي ماشي يلا في رعاية السلام. الشاشه مش شغاله ليه؟ انا عارفه هي بتفصل وتشتغل لوحدها بمزاجها. خلاص تبقى اتصل على محمود ابنك يجي ياخدها. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. لك يا ست الكل. ازي حضرتك؟ مين؟ احمد. محمود فين؟ مين حضرتك؟ هو محمود فين حضرتك؟ محمود مش موجود. مين حضرتك؟ طب انا محمود ماضي على شيك ب100,000 جنيه وعمال ادور عليه في كل مكان مش لاقيه، حتى كان مديني مكان الشغل اللي بروح له فيه ما لقيتوش هناك، قلت لما اجي له على البيت يمكن الاقيه هنا. الواد محمود اتصل عليك ليه ماله؟ اصل بيقول لي يما انا محتاج فلوس وعايز ابيع حته الارض ارض؟ هو محمود جاب ارض من ورايا؟ الارض بتاعتنا. الارض بتاعتي انا؟ بتاعتك انت ولا بتاعته؟ مش هي بتاعتك وابنك؟ ماشي، من الارض بتاعتي هياخدها يبيعها ليه؟ هو لما يجي انا هبلغه الرساله بتاعت حضرتك. طيب بلغ الرساله عشان مفيش حد يزعل بعد كده. خلاص تمام ماشي. تمام. السلام عليكم يا ست الكل. وعليكم السلام. يا نهار اسود يا محمود، ايه اللي انت عملته في نفسك ده يا محمود؟ محتاج فلوس الواد. محمود محتاج فلوس؟ هو قال لي ده بيقبض 7000 جنيه. يعني انت واقف هنا يا محمود ومش سامع اللي كان بيتكلم تحت ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ان حد جه دلوقتي تحت وبيسأل عليك. بيسأل عليا ليه؟ بيقول ان انت ماضي شيك يا محمود. بيقول لك ايه؟ بيقول ان انت ماضي شيك ب100,000 جنيه. انا؟ ايوه انت. انا عايزه اعرف الشيك ده بتاع ايه؟ جه قال لي ايه بقى بالظبط؟ انتي مرات محمود؟ فقلت له ايوه، فراح قال لي طب انا رحت له بدور عليه عشان خاطر هو ماضي شيك وراح لك الشغل ومش عايز يتصرف عشان كده وصل لغايه البيت. هو انت خدت الفلوس دي يا محمود فعلا ومضيت الشيك ده؟ لا. لا ازاي محمود؟ انت مخبي عليا حاجه؟ هخبي عليك ايه يا نانا؟ ما انت عارفه ان انا اول باول بقول لك على كل حاجه. مرتبك كويس يا محمود. هو انت خدت الشيك ده اتجوزت عليا بيه ولا عملت بيه ايه؟ محمود انا بص دلوقتي انت هتصل على عمي. بعدين هبقول لك انا عملت ايه بالفلوس دي. انت لو ما قلتليش انا هنزل دلوقتي اتصل على عمي وهجيبه وهسيب لك البيت وهتطلق. انا عايز اعرف الفلوس دي انت اخدتها وعملت بيها ايه؟ يعني انت عايزه ترن على ابويا تعرف فيه الحوار ده؟ طب قول لي. وانت عارفه ان ابويا يسكت على الحوار ده؟ مش هتقول لي يعني؟ طب انا هنزل اتصل بعمي وهخليه يجي دلوقتي، عشان على فكره لو ما قلتليش الفلوس دي خدتها ومضيت عليها على ايه انا هتطلق واسيب لك البيت. انا نازله اتصل على عمي. والله يا محمود انت شكلك كده واخد الفلوس دي وعامل بيها اتجوزت عليا ولا ايه؟ انا مش عارفه.